السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. احنا النهاردة عملنا طاجن المسقعة باللحمة المفرومة بطريقة سهلة وبسيطة ومقادير موجودة في كل بيت. قبل كده عملت معاكم المسقعة الاقتصادي وعجبتكم قوي وجالي عليها تعليقات كتير. يلا يا حبايب عشان نشوف هنعمل النهاردة المسقعة باللحمة المفرومة بطريقة سهلة وبسيطة وتعجبكم قوي. يلا بينا عشان نشوف عملنا الجمال ده ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدا على بركه الله. اول حاجه انا جبت البتنجان وقطعته بالشكل دوت. تمام. التقطيع اللي انتوا تحبوه قطعوه زي ما انتوا تحبوا. تمام. ورشت عليه حبه ملح وحبه كمون وتبلته بالشكل ده وسبته عشان ينزل الميه بتاعته. تمام. والبطاطس كمان عشان نعمل مسقعه قطعتها حلقات برضو رقيقه خالص بالشكل ده. تمام. وعملت حبه صوابع العيال بيحبوها كده. وهنقليها دلوقتي الحاجات ديت عشان نعمل ايه، نجهز المسقعه بتاعتنا. يلا بينا عشان ما اطولش عليكم الفيديو. انا حطيت الطاسه اهوت على النار وحطيت فيها كمان حبه زيت وهنقلي بقى البطاطس بتاعتنا او نحمرها. تمام. والبطاطس بتاعتنا احمرت اهيت. يلا بعد ما قلينا البطاطس نعمل بقى البتنجان بتاعنا، نعفره بالدقيق بالشكل ده. بسم الله الرحمن الرحيم. وننفضه كويس قوي ونحطه ايه في الطاسه القليه عشان خاطر ميشربش زيت معانا. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام. الخطوه دي بتخلي البتنجان المسام بتاعته بتتسد وما بيشربش زيت وبيتقلي وبيتحمر وبيبقى كويس وبيبقى طعمه حلو قوي في المسقعه. وحطيته اهو في طاسه القليه وبعد ما يتحمر هنطلعه. تمام. وبعد ما اخد لون ذهبي بالشكل دوت هنطلعه بقى عشان ما اطولش عليكم الفيديو. تمام. وبعد ما قلينا البتنجان والبطاطس طبعا بنقلي فلفل عشان مفيش مسقعه من غير فلفل. تمام. انا بقلي كده فلفل رومي على فلفل ايه حار. تمام. وبعد ما قلينا الفلفل والبطاطس والبتنجان يلا بقى نعمل بيها الصلصه. هضيف كده معلقتين زيت. بسم الله الرحمن الرحيم. ومعلقه توم صغيره. وضفت كده معلقه توم صغيره. بسم الله الرحمن الرحيم. هشوحها كده في الزيت. وبعد ما التومه خدت لون ذهبي هضيف نص شفشق الطماطم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص كده حطيت الطماطم. بسم الله الرحمن الرحيم. اسيبها بقى تتسبك. يلا نتبل الصلصه. نحط معلقه كمون صغيره وربع معلقه صغيره فلفل اسمر ونص معلقه صغيره من الكزبره وربع معلقه شطه صغيره من اللي بيحب الحاجه سبايسي ونص معلقه صغيره من البابريكا المدخنه او الفلفل الحلو. واخر حاجه نص معلقه صغيره من الملح. نحيق كده الصلصه بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلصه بتاعتنا كده خلاص انا طفيت عليها. ومعايا كمان اللحمه المفرومه اهيت او اللحمه المعصجه. تمام. انا كانت عندي جاهزه في الفريزر فخرجتها نعمل بقى المسقعه. ومعايا كمان الطاجن اهوت اللي احنا هنرص فيه بقى ونعمل بقى المسقعه بتاعتنا. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه بنرص البتنجان بالشكل ده وكمان بنرص البطاطس. بسم الله. وكده رصينا البطاطس هنرص بقى كمان الفلفل اللي احنا قليناه او حمرناه بالشكل ده حار على بارد بقى زي ما انتوا بتحبوا. وبعد كده بحط اللحمه المعصجه. بسم الله الرحمن الرحيم. بفردها بالشكل ده. وبعد ما حطيت اللحمه المعصجه الصلصه بتاعتنا جاهزه. بسم الله. هعمل رصه كمان بالبتنجان. بسم الله.
واحط كمان رصة بطاطس. حطيت رصة بتنجان ورصة بطاطس، واضيف كمان الفلفل. بسم الله. وبعد كده احط كمان رصة حطيت رصة الفلفل. احط بقى اللحمة المعصجة على الوش. بسم الله بالشكل ده. بعد ما حطيت اللحمة المعصجة هضيف بقى الصلصة. بسم الله الرحمن الرحيم. بالشكل ده هيبقى احلى طاجن مسقعة تحفة. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد ما رصينا الطاجن بتاعنا بالشكل ده هنحطه بقى في الفرن. هي كل حاجة مستوية يا دوبك تحت الشواية، وبعد ما يخرج ان شاء الله اوريه لكم. اهو يا حبايبي طاجن مسقعة بعد ما خرج من الفرن قد ايه جميل جدا، تحفة، هيعجبكم قوي. وكمان غرفت منه وبسم الله ما شاء الله جميل وطعمه حلو قوي. يلا يا حبايبي جربوه، واهم حاجه بقى ما تنسونيش لايك وشير وفعلوا الجرس علشان ينزل لكم كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واسيبكم في رعايه الله.